هاي سيارة ما شرطي قاعد يدق شوبي وهز السحب. مو كبيرة بس كبيرة. خوف. على جسر المسير على جسر اللوزي. هسه السيارة احلى يوتيوب، رجعت لكم بحلقة جديدة ورحلة جديدة. حاليا الساعة 10:30 الصبح، طابق يم مزاد منهايم. عندي تحميل 6 سيارات رايحات المدينة اسمها تلهاسي. تعالوا وياي نجيب السيارات ونحملهم على الشاحنة. هذه الرحلة متكونة عندي من تحميلين بتفريغ واحد. التحميل الأول حملته بالستة الصبح من مزاد منهايم مدينة أورلاندو، حملت 3 سيارات. خلينا نرجع لبداية النهار ونشوف شنو صار ويانا. صباح الخير يوتيوب، الساعة 6:30 الصبح، مثل ما تشوفون بعدها ظلمة أصلا قمرية. حاليا أنا يم مزاد منهايم بمدينة أورلاندو، عندي تحميل 3 سيارات، وراح أطلع المزاد الثاني بمدينة ليكلاند أحمل من هناك 6 سيارات. امشي وياي خلينا نطب المزاد حتى نطلع سياراتنا. طبعا أنا هنا وقفت رتبت الرمبة وجهزتها حتى أحمل. شوف الأخوة هنا كلها نايمة، بس أنا قاعد حتى أطبع المعلومات. هاي الطابعة، هذا المزاد لازم أطبع الأوراق وأراويها للسكيورتي من أطلع. طبعا من هذا المزاد عندي 3 سيارات، هم انفينيتي كيو اكس 60 و2020 تويوتا كامري، 2022 جي ام سي ترين. اوكي، اعتقد الجي ام سي ترين هي قرايه، ما تعتقد. وعندي من المزاد الاخ بمدينه ليكلاند عندي 2016 اكيورا اس يو في، عندي فورد اف 150 كبيره، عندي شيفروليه كارغو فان كبيرة، عندي فولكس واجن أطلس نوعا ما مو كل كبيرة بس كبيرة، جيب كومباس صغيرة، كارغو فان ثانية يعني هم كبيرة. هذا الصوت بزي سكت دوخنا سطرنا ماشي. ف اللي راح اسويه هسه شنو؟ راح اروح اجيب الكامري اول شيء واخليها ورا الكابينه، بعدها اصعد الجي ام سي ترين والكيو 60 شلون ما كان، بس هسه احطهم اوصل يم المزاد الثاني انزلهم. خلينا نشوف الكامري وين على الخريطه حتى نروح نجيبها. اوكي لاحظ والله اوكي من اول شوف انا هنا المين انترنس المدخل الرئيسي والسياره هنا يعني بذاك الاتجاه. الحلو هنا كل سياره الباركود خاص بيها، مجرد اسوي سكان للباركود يطلع لي الموقع مال السياره وين. امشي خل اجيب الكاميرا. المفروض هيك بذاك الاتجاه للنهار يطلع. هاي كامري، يمكن هاي بالفينا يورو 9 هي هاي. Biggest economic indicator. Marketplace morning report. الكاميرا صعدت، هسه نروح نجيب الجي ام سي ترين. هاي خلص طلع الصبح. شوف هذا شو مسوي بالتايرات مالته، اخضر والتايرات اصفر. هذول اللي يجنبزون بس هذول التريلات. باوع لي القمر شلونه والشمس راح تطلع من هناك. بس هذا المزاد كلش كبير، موقع السيارات اللي راح احملهم اليوم بالنسبه للباركينج مال التريلات يعتبر قريب. السياره الثانيه كلش قريبه هناك، كذي جاهي الاساسيه. شوفها هاي طبعا بشوف هاي ضربه هنا، هاي شخطه. جي ام سي صعدت، بقى بس الانفينيتي اروح اجيبها. السيارة الثالثة اللي هي انفينيتي
نقول لنا بذاك الاتجاه. باوع شوف انا وين هنا، شوف من هناك. بعدنا ليه هسه دامشي. تخيل المسافه اللي دامشيها ايش قد؟ شوفها. لاحظ عزيزي المشاهد المساحة المرعبة للمزاد، تقريبا بلاك ماخذ. أنا طبقت التريلة هنا وين هاي بالأحمر مأشر، ودقيت لك إياها مشي لشعبية المزاد. شوفوا وين طابق الانفينيتي، شوف الكاميرا، شوف بعدني دامشي ولي هسه ما واصل. لاحظ لي هاي الفقرة، لاحظ شوف القمر هنا، شوفه والله. هذا شوف هذا الزوم مال ايفون 16. شوف القمر، شوف القمر من هنا والشمس من هناك. لاحظ، لاحظ الشمس، لاحظ الشمس ولاحظ القمر. يمكن هاي السوداء، يب هي هاي سيارتنا. QX60. شنو رايكم بيها من جوا؟ شنو رايكم بيها من جوا؟ حلوة. لا ابتدي بيك تقول لي باتري ما بيها شحن. اوف والله نجرب وشي، نجرب وشي عبالي ما بيها شحن. تعال ارجع امشي هاي المسافة كلها جيب الشاحنة وارجع، او ممكن هم عندهم شاحنة هنا. تعجبني من يأكدوا لك احنا ترى انفينيتي. شوف كل مكان يراوك العلامة. فعلت الانفينيتي والامور كلها تمام. امشونا خلينا نروح للتحميل الثاني. راح اسويها انزل اول سيارتين حملتهن حتى اصعد الفورد اف 150 فوق على الكابينه. الترتيبه لازم هيك تصير حتى اوفر مساحه لباقي السيارات. خلينا ننزل. نزلت الجي ام سي ترين طبقتها هنا، طبقت الانفينيتي هناك. هسه العربانه صارت جاهزه حتى اجيب الفورد اف 150 واصعدها فوق. تعالوا خلينا نجيب البيك اب. اوه ويلي راح امشي هذا كل السياره هيك لي ورا، يعني مسافه تمشي كلش كبيره. خليني اراويكم اياها. شوف المكان ايش قد كبير وشوف السياره وين، شوفوا انا وين وشوف ايش قد راح امشي. هنا وقفت التريلة وهذه هي مساحة المزاد، والسيارة صايرة بالأخير. ما اعرف ليش اكو خطوط سوداء هنا، ما كانت تطلع قبل. هذا بالشاشه ماكو خطوط، الكاميرا مطلعتها. شوف هاي السيارات كلها هسه جايبيها للمزاد. اما باقي السيارات اللي هناك مبيوعه وجاهزه للسواق يجون يشيلوها. يقول لك بدنا نتقرب ما بقى شيء. المفروض هسه هنا اف 150 رصاصيه، يمكن هاي اللي ورا مرسيدس. يب هاي المزيونه، تصوير سريع لها. شوف الوحش كلش نظيفه من برا، القشر مالتها كلش نظيف. هذا خلينا نصعد بيها. ها شنو فيها صوت من سمعه، صوت شرخه بالمحرك ورا ما اشتغلت. نطلع منين ما اجينا. شوف قد حلو حاط التظليل لي هنا مع الشمس حتى لا تضوج الشمس. احتمال هاي واحدة من الكارغو فانات اللي راح اخذها، احتمال كلش كبير. بلا تشيك الرقم نفسه العمومي 3277. هاي واحدة من عندهم، هاي واحدة من عندهم. شوف شوف اودي البيك اب وارجع. مثل ما اقول لك على الماشي لقيت السيارة الثانية. شوف هاي هنا كرفانات كلها تنباع بالمزاد. هنا همين
لاحظ القوارب الصغيرة. هذا واحد، هاي القوارب همين كلها تنباع بالمزاد. قوارب الكبيرة. الجيت سكيات، بعد جيت سكيات شوفن كلها ينباع هذا هنا. شوف كلها للبيع. من هنا اطلع. وبكل سموذية وسلاسة صعدت أول سيارة. نمشي نجيب السيارة اللي بعدها اللي هي فولكس واجن أطلس. تعال خلينا نشوفها. باعون. تعالوا نعبر هاي البحيرة بهذا الجسر. شوف ورا هاي المولدة بهذا الجسر. شوفوا هذا يسموه جسر ليكلاند المعظم. بعد السحالي. على جسري المسيب سيبوني، ما يخوف. على جسري المسيب سيبوني، على جسر اللوزي تحت وراء الفي، على جسر اللوزي تحت وراء الفي. شوف هنا بأمريكا المتسوبيشي باجيرو مو موجودة هواية، يعني موجودة الموديلات القديمة. الموديل الجديد مثل هسه هذا اللي تشوفوه اللي مشهور بالعراق هذا مو موجود هنا بأمريكا. بس عندنا الأوتلاندر. تعالوا خل أراويكم إياها. لاحظ لي هاي الأوتلاندر، هاي 2023 شكل شرس ومميز. لاحظ أوتلاندر عادية، ما فيها شيء مميز. نكمل طريقنا. نيسان اكستيرا صار لي هواي ما شايف من عده. وي نيسان اكستيرا علامات وقفوا انتاجها حلوة كلش تعجبني. نيسان اكستيرا. وهذا الوحش مالتنا فولكس واجن أطلس. شلونها؟ والله حلوة. شنو رأيكم بها؟ هي استادي. تعالوا نشوف داخلها. أوه. أكيد ترحب بك. مرتبة من جوية عادية بس مرتبة يعني. شوفوا. تعالوا نتأكد ما بيها طخة وضربة من برا. خذها داير حبل. البراكت مالتها مكسور. زين انتبهت عليه. بكل سهولة هاي لو ما اصورها واوثقها تصير براسي. ممكن الديلر، ممكن ابو المعرض يقول هذا سايقكم كسرها. اذا ما عندي اثبات تصير براسي. عندنا شخطة. كم شخطة من جوا. هاي باقي سيارة نظيفة. صعدت الأطلسية لي فوق. اربط التايرات وراح اجيب السيارة اللي بعدها. يروي. هسه شنو اجيب؟ صار اكو تغيير بالخطه. انا المفروض اشيل 2 كارغو فان من هذه الكبيره، بس راح نترك وحده ونشيل بس وحده واشيل بمكانها نيسان التيما على مود الوزن. السياره اللي بعدها عندي اكيورا وعندي جيب. اجيب الجيب واخليها رقم 3. الجيب كومباس تصير صغيره. شو نجيبها؟ جيب كومباس صايره هناك بذيك الزاويه. يمكن هاي مالتنا. شوفي هاي الجي تي. لاحظ مقابلها الار تي. شلون الوان؟ شلون الوان مميزه وتشرح النفس. يمكن هذه الكامبس مالتنا.
لا هاي شيروكي. اوكي العنوان غلط. هذا الشيروكي العادي وهذا الجراند شيروكي، لاحظ اياها. نعوفهم. يمكن هاي 98 99 100% هي كامبس. شوف البوصلة. لا 9408 9408 يس. شرخلة سريعة عليها نتأكد ما بيها نوثق. هذه هنا شخطة، هذه هنا شخطة دعامية شوية مضروبة. ايش صار بيها؟ هاي عاطيها منه. شوف المشروع. ايش تشوف فطرات بابا. هاي الغيمة الفوق هاي تشوفها ما تبشر بخير، تبشر بمطرة قريبة، تبشر بغسلة. وانا ما اقدر اوقف وانتظر المطر، يعني لازم انا اوريدي متاخر، يعني فلازم اذا مطرت لازم احمل بالمطر، لان عندي موعد لازم اوصل الى السيارات. بعد السنة ما طلع على الباب. هاي سيارة قدامي هذول، هذا هذني الاربيات همين بعد لي قدام. اعود ردنا نستعجل. شوف اني استغل هذا الوقت ارتب ريلز وانزله على التيك توك فيسبوك وانستغرام. اللي يحب يتابعني اسوي فيديوهات قصيرة عن السيارات، شغلات مختلفة ما تكون ضمن الفيديو مال يوتيوب، فاللي يحب يتابع هذه حساباتي. هسه السيارة اللي بعدها اكيورا. هسه نروح نجيب الاكيورا حتى نحطها هنا، وبعدها الكارجو فان. امشي. الاكيورا وين؟ هناك. شوف غدرت بيا غدرة الخريطة والجي بي اس مال المزاد. خلاني لا راحت الورقة ولا قلت اللابوبو طار اللابوبو. شوف خلاني وين اروح؟ وين ذيك البنايه ورايا؟ خلاني اروح لي هناك الاخير. بعدين سوى تحديث وغير ورجع السياره للبدايه. باعني وين؟ هذيك تريلتي، هاك شوفها؟ هذيك تريلتي تشوفها؟ لاحظ؟ هاي تريلتي. السياره اللي ياخذها وين؟ حياته. هاي الاكيورا خرب انه. هياته بس لما تمشي منها وصاعدها. لا انا رحت طبيت جوه ورحت للنهايه، وراها افتريت ورجعت على السياره. تقريبا المشي اللي مشيته ضيع 20 دقيقه تقريبا. شوفها السكه طويله بجنبها. لحظه لك راشن طابه حربها مضروبه من قدام. ناخذ اللايت مطعوج، الدعاميه فالته، البونت مفتوح. ليش هيجي؟ البونت شنو؟ شو تشتغل هنا؟ هذا كله بطريقة لازم تفسخه. اوكي؟ لاحظها؟ لاحظ لي اياها شكو مشخططة ومبخططة. هذا الشخطة اخذناه من الطول هذا. ليه ما مكسريها؟ هذه فالته. ريحتها تلعب النفس. ليش هيك صاير بالاكيرا المسكينة؟ اكيرا حلوة خوش سيارة محترمة بعسويجها. شوفها اشتغلت بها صوت. الشاشة مكسرة. هاي شكو الشاشتين مكسرة. ليش هيك يسوون بالاكيورا؟
ليش هيك يسوون بهاي السيارة اللطيفة؟ ليش هيك يسوون بالاكيورا؟ هاي شنو؟ هاي ليش؟ هاي الحفرة شنو؟ الصاجيات والكلويات مالتها الجير مالتها بالدقمة. هذا الار ريفرس ولا هيك رجع. ازدحام لك على البوابة مثل ما تشوفون. 5 سيارات مالي سادسون. بعدني بالسرة بقى لي سيارتين يجي سراية، وانتبهت لكم على هاي، يمكن هاي مالتي، لان انا عندي 2، واحدة اللي شفناها بالبداية هناك ورا البناية من طلعنا الفورد، وهذه الثانية. اشك هذه الثانية، وبالمناسبة انا راح اترك واحدة وراح اخذ بس واحدة، فاذا هي هاي مالتي هسه خطتي يعني اتمشى اجيبها واجي. اشوف الفان الثانية وينها، بلكي تطلع هاي القريبة، حتى هاي اخر سيارة اطلعها من المزاد، اجيبها صعدها واصعد باقي السيارات واخلص. قريبة ولك لا مو هي، نوب مو هي. أنا هذه هسه شفتها هنا كانت، هذا موقعها. يعني هذه الفان تقريبا نفس المكان اللي جبت من عنده الجيب والأطلس. حرامات كنت متوقعها هاي قريبة. يلا هي مو هواية بعيدة، اللي أنا رايح عليها هناك لي جوا، مو كلش بعيدة. الثانية اللي شفناها الصبح ورا ذيك البناية، هناك ورا البناية. بعد الوان ذاك شنو؟ وقف الاخضر والاصفر، محل مال موطه. شوف هذول المحلات مال ايس كريم حاطين سطلات اصفر واخضر واحمر، هاي نفس الشيء. وتقربنا تقريبا، يب، وهاي مالتنا يمها شعلاتها خير عالية. اوف شلون نظيفة. هنا اصلا اكو فانات اكثر من فان اكو، بس هاي نطابق الرقم للتأكيد حتى لا تسوي لنا مشاكل. افتح. والله نظيفة تدري. شوف هاي هنا اللي ورا تصفر غراضك ومخازنك وملاعب واشكال والوان. الله هذا لون قديم. أوه. هذا كان فتشي بوقتها، هذا هذا اللون الاسمنتية. بس شنو؟ راح اطلع ب8 سيارات بس، مو على اساس اروح ب9 سيارات. شوف هذا جايب ابنه وياه يعلم عن شغل مال التريلات. لك وين جايب هنا السقف فوق هذا؟ سيده ابنه. اقيس الارتفاع واتاكد ما متجاوز الحد القانوني، لانه الطريق اللي رايح له فيه اشجار ناصيه وفيه جسور ناصيه، فاقيس الارتفاع واتاكد حتى لا اسوي مشكله. ماكو شيء جواها، و14 ونص. واو. هسه يلا قلت 13 و8. ماشي بطريقي والامور طيبه، وقاعد ادق شوبي وهز السبحه قين، وعلى غفله يطلع قدامي ابو هذا التاهه السوداء ويصير قدامي مشغل 4 إشاير ويأشر لي اطبق على صفحه.
أنا استغربت، قلت هذا الشيء يريد من عندي. ترددت أطبق لو أكمل أسوق، أطبق لو أكمل أسوق. الصراحة المشت راح أقدر أكمل أسوق، لأن مثل ما تلاحظون كان يترنح قدامي ويبطئ سرعته. فبالأخير اتخذت قرار إنه أخفف وأطبق على الشولدر. طبعا هذا غلط، بس ما عرفت شلون أتصرف بلحظتها. التصرف الصحيح إنه أبقى أسوق وأخابر الشرطة أو أضربه وأكمل، بس ما أعرف يعني هذا ما أعرف شلون أتصرف بلحظتها يعني. كنت قاعد اسوق وعلى غفله هاي السياره اللي قدامي قام يأشر لي بالسياره ويقول لي اطبق على صفحه، طبقت على صفحه. قلت له شكو؟ قال سيارتك قال فتشي من التراك مالتك طفر وضرب سيارتنا وكسر الجامع. فظليت اسولف فيها واسال عندك شيء دليل؟ اكو شيء يثبت؟ عندك داش كم؟ اكو شيء يثبت هذا الشيء صار؟ قال شو اسمه؟ قال ما عندي. فخابرت الشرطه وصرت انتظر الشرطه تجي ونشوف. تعال شوف الضرب. هاي الضربه شوفها هاي. And also right here, it started here. يقول لي اتمنى ضربت هاي صعدت لي فوق فلشت الجامعه مالتهم. شوف تاهو. وهسه حاليا واقفين على الفري واي. شوف ننتظر الشرطه تجي حتى شوف. بس انا خليت فرع على التراك. كان اذا شوف اذا اكو شيء فالت او في شيء مكسور ما كله عدل. صعدت هسه فوق التراك، فحصت السيارات كلها سياره ماكو ولا كل القطع موجوده بالمكان. ما عندي اي شيء فالت او طافر من المكان. يعني يا دا يتبلون علي يا فعلا فشي طفر وضرب سيارتهم عبالهم اني، بس لي انا كانوا يمشون بصفي. وصلت الشرطه حاليا دا يحكي وياهم. ذاك هناك طابق حاليا دا يحكي وياهم، يعني يشرحوا له الموقف اللي صار. وراها راح يجي يحكي وياي واشرح له الموقف. يعني هو ماكو موقف بس ما هاي السيارة مال الشرطة. طبعا شلون تاهو؟ حاليا قاعد نفحص ونشوف اذا اكو ضرر او ماكو ضرر. ندور. شوف هذا الشرطي وهذا ابو السيارة وهذا سد الطريق هناك. اللوتي شو يقول لي؟ يقول لي ممكن هذا التاير باوع هنا جوا التراك، باوع جوا السيارة هنا، شاف السبير ماكو، فقال هذا احتمال السبير وقع. همزين انا مصور من دا احمل ومصور بجوا التراك ماني دا ارفعها، فنقلتني الفيديو ونقلتني التصوير. الشرطي هسه دا يشرح له شو يريد من عنده. شو يريد من الشرطي؟ يريد ينطي له تقرير انه سيارته ضربه سيارته. يقول له الشرطي يقول له ما اقدر انطيك تقرير، الا اثبت فشي فعلا وقع من التراك وضربك، وماكو شيء يثبت فشي وقع، فما اقدر احط هذا التراك والتريلر بالتقرير. بس يقدر يخلي بالتقرير السياره السوداء اللي تضررت، اوكي ضررت، بس شنو السبب الضرر ما يقدر يحطه علي لانه ماكو دليل لي هسه. فهو على الشارت ويرجع من هذا الاتجاه وراح يسوي يوترن ثانيه ويرجع من هنا يطلق على صفحه حتى ينزل يدور ويشوف اذا القطع واقعه من السياره او اذا اكو قطعه واقعه ممكن تكون هي السبب بالكسر. خلص كل شيء ورجعت على الطريق، ماكو اي شيء سجل ضدي لان ماكو اثبات، فهاي الحمد لله طلعنا سالمين من عندها. نزلت للتراك ستار بشتري لقمه اكلها، جوعان هلكت. هذا وي ما هذا شغال عندها عيون يما عيون حراقه قالك ما عندنا تلاقه ذاك. سد المسواق وراجع للتراك. يوتيوب ساعة 10 بالليل وصلت يم مكان التفريغ، والمكان مال التفريغ ظل مهندس
اضطريت اطبق هنا بالشارع اسد هذا اللاين. طبعا هذا اللاين للسيارات اللي تريد تستدار الى اليسار، عايش لهم مجال لي قدام. واقف هنا راح ابدي هسه افرغ السيارات، ورا ما افرغها ادخلها جوا هناك لي جوا كلش. ما ادري اذا تشوفون اكو سيارات هناك. اي هاي هناك راح اوديهم. شوف لي المنطقه ماكو. الساعة 10 بالليل وصمته. هذول جماعة السيارات من ضربته هواية اخذوا وقت من عندي. ولسان كان واصل يمكن قبل ساعة ونص. شوف وين طبعا ما مبين ظلمة، بس وين صفيت السيارات هنا المكان ظلمة. شوف انا وين طابق على الشارع العام. نزلت الانفينيتي والاكيورا وهسه انزل الرمبة اللي جوا وابدي انزل الطابق الفوق. تفوتها بس ما قدرت افوت، المكان كلش ضيق، فتضطر بهيجي حالات بقى على الشارع العام نلقانا فد مكان امن ونبدي نفرغ بيه السيارات وندخلهم لي جوا. لي هنا يخلص شغل اليوم وننهي وياكم رحلة اليوم، ونشوفكم برحلة جاية ويوم جديد. باي. بعد افرغ هاي السيارات ادخلهم جوا وخلص وادير وجهي وارجع، او احتمال اطبق انام واقعد باكر الصبح واكمل سياقه.